بهذا الفيديو رح نشرح كل التفاصيل عن عشبة الوسمة. عشبة الوسمة هي عشبة طبيعية بتغمق لون الشيب. عشبة الوسمة ما بتنحط لحالها على الشعر، بتنحط تاني يوم من الحنة. تستلموا منا الوسمة بهذا الكيس بوزن 125 جرام. ال 125 جرام إذا بدك تعمل الجذور تستخدمي بما يقارب نصهم. إذا بدك تحطيها على كل الشعر بتستخدميه كامل، لكن برضو بتختلف كثافة الشعر من شخص لشخص. حتى الجذور في البعض ممكن يستخدمها كاملة على الجذور، لأنه كثافة الشعر مش بس طول الشعر بيفرق بكمية الوسمة. لما نحط الحنة على شعرنا بالبداية وأنا عندي شيب أو عندي خصل هايلايت بشعري أو أي لون بشعري، راح يكون اللون أورنج لأورنج غامق، بيختلف من شخص لشخص استجابة الحنة على الشعر. إذا عجبنا اللون وبدنا نعززه بالحنة بنستمر على الحنة بدون وسمة. لكن إذا أنا بدي أغطي هذا الشيب وأغمقه ونروح للبني أو البني الغامق للأسود، بنحط الوسمة تاني يوم من الحنة. الوسمة ما بتنحط لحالها على الشعر، هاي نقطة كتير مهمة. استجابة لون الوسمة بعد الحنة بيوم على الشعر من شعر لشعر بتختلف. البعض ممكن يحطها ساعة فقط واللون يصير أسود لبني غامق، البعض ممكن لازم يحطها 4 ساعات. فأول استخدام للوسمة إحنا بنعتبره تجربة بيننا وبين الزبونة، لأنه فعلياً تختلف استجابة الشعر. من ضمن مئات الحالات اللي شفناها عندنا بالسنتر تختلف هذه الاستجابة من نوع شعر لنوع شعر تاني، ودرجة اللون اللي بتطلع بتختلف. لكن شو الكريدت اللي انت بتاخديه؟ انه انت عم تستخدمي منتجات طبيعية، سواء انت استخدمتي حنة او وسمة بدون اي ضرر. عشبة الوسمة بتنخلط مع لبن وليمون، رح نحكي لكم هسه المقادير. ال 125 جرام حكينا الكمية تبعتهم كيف بتكفي للشعر. بتنخلط مع ليمونة، عصير ليمونة كامل، مع علبتين لبن صغار. يلا نورجيكم كيف عم نخلط الوسمة. بداية بنحط اللبن بشكل تدريجي، هذا تقريبا بمقدار علبتين صغار، تمام؟ طبعا بنخلط اللبن تدريجي لحتى نوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه. يفضل يكون لبن حامض من اي نوع صبايا، اي نوع بيزبط، بس اهم اشي هي انك تخلطيها شوي شوي بشكل تدريجي. وشايفين كيف انا بخلط ببطء، لانه اذا حركتي راح توسخ الدنيا. طبعا مع اللبن بنضل نضيف تدريجي الليمون واللبن. كل ما كترنا ليمون اكتر كل ما ازداد التفاعل وكان اسرع. فاحنا بنفضل اقل اشي تحطي ليمونة كاملة على الوسمة. ولسه شايفين لسه بدها، بس احنا بشكل تدريجي وشوي شوي عشان ما نوسخ الدنيا، لانه برضو يعني يا صبايا شوية ريحتها مو كتير حلوة. فيعني شوي شوي، لا بدنا نوسخ ولا بدنا نخرب الدنيا. شايفين كيف عم بخلطها؟ لسه نوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه. طبعا زي ما انتم شايفين لازم، لسه شايفين كل ما عم بحرك لسه في جوا بودرة. اوكي، لازم تتخلط كتير كويس لنوصل للقوام اللي احنا بدنا اياه. قوام يكون بيشبه قوام الحنة، لا هو جامد ولا هو طري. اوكي، قوام كريمي، لحتى نحس انه الوسمة عم تتخمر والوسمة عم تتفاعل لتعطينا النتيجة اللي احنا بدنا اياها. يعني تقريبا احنا وصلنا القوام اللي احنا بدنا اياه، بس لازم نخلط كويس لانه هاي الحبيبات لازم كلها يعني زي ما انتم شايفين لازم كلها تنمزج كتير كويس. ملاحظة مهمة، هلا احنا هيك صارت الوسمة خلطناها وجاهزة ومقدارها ممتاز، لكن لازم تتخمر اقل اشي من ساعة ل3 ساعات لحتى ينتقل هذا اللون من هذا اللون الاخضر الفاتح لتقريبا اللون الزيتي. وكمان شوي بس تتخمر رح نورجيكم شو اللون اللي لازم توصل الوسمة. طبعا بنغطيها زي ما قلت لكم تتخمر لمدة ساعة أو من ساعة ل3 ساعات حسب أنا بشوفها وصل لونها للزيتي. طيب كانت جاهزة. لما تكون جاهزة بنحطها على الشعر لمدة من ساعة ل4 ساعات. استجابة الشعر قلت لكم كله بالتجربة، تمام؟ وبتتوزع على الشعر نفس التوزيع تبع الحنة، لازم تنحط على الشعر بطريقة كتير ممتازة وتتوزع حتى نحصل على النتيجة اللي بدنا إياها. وبس نخلص ونوصل للمدة سواء من ساعة ل4 ساعات حسب اللون أو غمقان اللون، لأنه كل ما خليناها أكتر كل ما غمق الشعر أكتر. بعدين بنغسلها بحمام زيت ونعيما سلفا.